اشتريت حاجة جديدة وطبعا شايلها عشان اجربها معاكم لاني بحبكم. حتى السواتش ما عملتش، بس هي مش جديدة قوي يعني، هي كانت ترند من قريب، كل الناس اشتريتها وجربتها ما عدا العبد لله اخر واحدة على الكوكب. ليب جلاس الساندرا، يقال انها البديل الارخص والمصري للليب جلاس الشهير بتاع ميبلين، فيلا بينا نشوف. طيب مبدئيا كده السعر الواحد ب70، ومش عارفه اتضحك عليا ولا لا، وانا بالنسبه لي حاليا ده سعر كويس حلو. ولكن كل ما اقول سعر اي حاجه هنا تطلع لي الناس في الكومنتات بقى ايه ده انا لسه مشتريه امبارح ب2.5، ده عندنا مش عارفه عندكم فين، انتوا منين يا جماعه سايبيني انا هنا وعايشين عندكم؟ طب خدوني معاكم. اللي يعترض ويسخر مني ويحسسني اني مغفله، طب قولوا لي اشتريتوه منين، ما تسيبونيش كده مغيبه كتير. ما علينا. تاني حاجه بقى الدرجات، هو تقريبا نازل منه 6 درجات، هم دول اللي كانوا موجودين يعني في المحل. انا جبت التلاتة دول، اني اعرف اسم او رقم لاي واحده فيهم عشان اساعدكم يعني مفيش، بقالي نص ساعه بقلب فيهم مفيش اي معالم. ولكن انا جبت واحد كده، يعني لو عايزين تاخدوا سكرين شوت اوكي، هو يعني نوت كده بيج رايح على بيتش، برضو في ده نود بينك، درجته حلوة قوي. واخر واحد ده كشمير كده. انا حسيت ان ال3 درجات دي اللي انا يعني هحبها والاكثر شيوعا اعتقد. تالت حاجة بقى يلا نجربه مع بعض لاني مش قادرة استنى اكتر من كده. لو انا هحط ليب جلاس بس مش حاطة روج يعني تحت منه، بحب احدد شفايفي بالليب لاينر، يعني هيظهر الليب جلاس اكتر وهيبقى محدد لي الشفايف. اول درجة هبدأ بيها هي الدرجة النود البيج دي، ومحتارة حاليا بين التلاتة ليب لاينرز دول. هما التلاتة هيمشوا، بس هيدي في كل مرة يعني شكل مختلف، وطبعا حسب اللوك اللي هتحطيه. زي ما انتم شايفين مفيش نقطة اي حاجة ميك اب على وشي، بس هنتجاهل المنظر ده ونركز بس في الليب جلاس. يعني اعتقد ممكن استبعد ده. انتوا ايه رايكم؟ ممكن يعني اخليني في البيتش يظهروا اكتر. بحب من فوق هنا في النص اطلع كده شويه عن شفايفي، امشي على الوايت لاين ده، ومن تحت برضه بطلع بس من النص بس. فاهمين حاجه؟ من النص بس، ومن الاخر بدخل جوه شفايفي. دمجت بس كده خط الليب لاينر لجوه بايدي، لاني مش بحبه يبقى خط صريح ونحط يعني بقى شكل سبعيناتي شويه. هنجرب بقى الدرجه، خلينا نشوفها مع بعض. ده كده لونها يعني ريحته مش لطيفه، هي شويه شبه الاستيكه اللي كنا عايزين ناكلها زمان، بس بس لا مش ما علينا. آه مبدئيا كده الابليكيتر بتاعته حلوه. انطباعي الاول عنه، انا ما بحبش الليب جلاسز اللي القوام بتاعها تقيل لزج، تمام، ولا بحب الميه خالص اللي تلحوس حوالين الشفايف مع الوقت وكده. ده قوامه مظبوط في النص، ولا هو سايل قوي ولا هو لزج. وفي نفس الوقت ما بحبش الليب جلاسز اللي بتلزق، ده ما فيش منه اي تلزيق او حاجه تضايقك او تحسي ان هو تقيل على شفايفك او اي، لا مريح حلو شكله. اللمعه اللي فيه لذيذ، الفرد بتاعه حلو قوي. الدرجه طبعا تحفه. آه لو حاطه ميك اب اكيد الشكل كان هيفرق، بس معلش. خلونا بقى ايه، اتحمست نجرب الدرجتين التانيين. تاني واحد هجربه هو الكشمير الغامق شويه مع الليب ده. المرة دي بقى مش هدمجه لاني عايزاكم تشوفوا الدرجة بتاعة الليب جلوس لوحدها على الشفايف، يعني مش عايزة الليب لاينر يأثر على الدرجة، تبقى الشفايف باينة تشوفوا اللون بالظبط. هي دي الدرجة. الدرجة دي خطيرة وتمشي مع تونز بشرات كتير. يلا اللي بعد، واخر درجة البينك. سقفة الاختياري للدرجات،
حقيقي احييني ل3 درجات احلى من بعض. يعني انا احترت انتوا تكتبوا لي في الكومنتات انهي درجه فيهم كانت احلى عليا، وانتوا ذوقكم لو هتشتروا حاجه منهم يعني هيعجبكم انهي اكتر، لان حقيقي كلهم حلوين. واللي عجبني كمان ان الليب جلاسز مشبعه بالالوان، يعني هي مش شفافه وها فيها تاتش لون، لا يعني هي لوحدها من غير روج، ويمكن حتى من غير ليب لاينر، حاسه انها هتبقى واضحه يعني محدده الشفايف وحلوه، الدنيا مش سايحه يعني. خلوني برضو اعمل لكم سواتشز على ايدي، يمكن ده يساعدكم اكتر في اللون. بصوا كده، دي النود الاولانيه، تمام، ودي الكشمير اللي هي تاني واحده استخدمتها. اوكي، والبينك الفاتحه اللي انا حطاها دلوقتي دي اهي. طبعا الدرجات بتختلف من على الايد غير الشفايف، غير لون الشفايف نفسها، تون البشره، بس انا بحاول على قد ما اقدر يعني اوضح لكم الصوره كامله، يعني نعمل ريفيو كامل اساعدكم في اختيار الدرجات. البراند هو عموما الريفيو النهارده الحمد لله انا اتبسطت، حلوين، يستاهل فعلا الضجه اللي معموله عليه، مش اوفر ريتد ولا حاجه. هو مقارنه بسعره وبالنتيجه اللي هو بيديها لك حاجه يعني لذيذه جدا. عجبوني. لو عايزين نجيب ال3 درجات التانيين نجربهم مع بعض قولوا لي، لو عايزين نعمل اي حاجه في الدنيا قولوا لي برضو. بحبكم قوي، باي باي.